عاجل خبر مازال بميكتو كيخص جميع الشباب العاطلين عن الزواج. سمعني شنو قلت لك، العاطلين عن الزواج ماشي العاطلين عن العمل. من بعد ما خرجت الحكومه مؤخرا وقررت انها تعاون الشباب اللي مقبلين عن الزواج بواحد الدعم مادي مباشر باش يشريو السكنه ديالهم ويكملوا دينهم على خير وبخير. وهنا غادي نقسموا الشباب على 3 ديال الاصناف. كاين الصنف الاول هما اللي باغيين يتزوجوا ناويين يكملوا دينهم وهما اللي قالت الدوله غادا تعاونهم. وكاين الصنف الثاني هما صحاب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تلقى واحد الشاب مسكين هاد الساعه ما واقفش على الزواج وما قادرش باش انه يتحمل المسؤوليه، ولكن شاد تيقارو ما تيفسد ما يدير شي حاجه خايبه تيقول لك النهار ربي يسهل عليا حتى انا غنقلب على شي بنت الناس ونكمل ديني. وكاين الصنف الثالث وهو الخطير جدا وهو اللي غادي نهضر عليه في هذا الفيديو. هما هذوك النوع اللي كيكون عندهم الظروف انهم يتزوجوا، ولكن كيقول لك حاليا ما غاديش نتزوج، خليني نعيش حياتي اش بيني وبين شي زواج، نمشي مع هادي ونمشي مع الاخرى ونعيش الحياه ديالي بطريقتي الخاصه. خرج وزير العدل مؤخرا ووعدهم بواحد الوعد اللي نخليكم تسمعوه في هذا الفيديو. عندكم ننخلع الشباب الا تبدات لديه العلاقه خارج الشرعيه بين امراه ورجل نتج عنه حمل، إذا كان هذا الطفل غادي يبقى عند الأب، الأم مسؤولة مدنية إلى أن يوصل 21 سنة تعطي واحد التعويض للأب. إذا كان غادي يبقى عند الأم خص يخلص الرجل يخلص هذيك المرأة بدوك التعويضات حتى يوصل 21 سنة. معناها واحد خرج يقصر ليلة غادي يخلص 21 سنة عليها، لأن ما يمكنش واحد خرج ويكون لا مسؤول. وشنو الحل السي الوزير؟ دير شغالته باش ما يولدش. عاود شنو قلتي الحل؟ دير شغالته باش ما يولدش. صافي كيف سمعتوا رسميا الثمن غادي يتزاد في المواد ديال شغالته باش ما يولدش. يعني دابا القرار بين يدك، بغيتي تكمل دينك وعلى سنه الله ورسوله وتنوي الحلال حتى انت وتزوج، الحكومه تقدر تعاونك. بغيتي تعيش حياه ديالك الخاصه ودير اللي بغيتي في راسك، تحمل المسؤوليه ديالك. وراك سمعتي شنو قال وزير العدل. القرار اللي خرج به وزير العدل انا متفق معاه 100%، وقرار شجاع وفي المحل ديالو. علاش؟ اول حاجه حنا بلد اسلامي والاسلام ديالنا كيحرم جميع العلاقات الغير الشرعيه. ثاني حاجه شنو ذنب هذاك الطفل اللي غادي يتزاد وسط واحد الجوج اللي سخن عليهم راسهم وطاحوا في الخطا وغيتلقاو مسكين باش الشارع يربيه. انا ما يجيش عندي يخلي لي ولد كيضرب في الزنقه ما عنده لا باش ياكل وتبقى تسعى به امه، لانه واحد النهار وقع واحد الخطا، والخطا اللي ارتكبه غيتجازاو عليه مده ديال 21 سنه بين ما يولي الدري شاب، وديك الساعه حتى هو يشق طريقه ويتحمل المسؤوليه ديالو. واحد الحاجه اللي ما متفقش معك فيها سعاده الوزير هي ديك الجمله الاخيره اللي زدتي، كنتي تحبس في تحمل المسؤوليه ديالك بلا ما تزيد هذيك الكلمه ديال دير شغالته باش ما يولدش. علاش؟ لانك بحال مشيتي عند واحد الدراري الصغار ولقيتهم جالسين تيلعبوا وقلت لهم شوفوا لعبوا بلا ما ديروا الصداع، راه ما يمكنش الدراري مجموعين غادي يلعبوا بلا ما يديروا الصداع. ديك الشيء علاش في الوقت اللي قلتي للشباب الحل شنو هو، كاين اللي غادي يفهمها بهذه الطريقه بحال عطيتهم الحق انهم يزنيو ويديروا اللي بغاو غير خاصهم. دير شغالته باش ما يولدش. منين قلتي كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو، راه هنا كل واحد راه غادي يتحمل المسؤوليه ديالو. معناها واحد خرج يقصر ليله غادي يخلص 21 سنه عليها. واجمل نصيحه اللي نقدر نختم بها الفيديو ونقدمها للشباب هي النصيحه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وبهذه النصيحه كنوصل لنهايه الحلقه ونهايه هذا الفيديو. ما تنساش تشارك الفيديو ديالك مع الاصدقاء باش تعمل فائده، وفي نفس الوقت كتشجعني انا باش نزيد نبحث ونستمر في نفس المحتوى. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.